يا صباح الخير، يا صباح الطاقة الإيجابية، يا صباح يوم جديد وأكلة جديدة حلوة ولذيذة تفتح النفس. ما شاء الله، فراخ مشوية في البيت جميلة. دي بقى الفراخ بتاعتنا مغسولة كويس بالدقيق والملح والليمون، وتنقعيها في الخل والليمون شوية عشان الزفارة، وبعدين نبتدي نحشيها مع بعض. ده البصل بتاعنا، وننزل عليه بقرنين 2 فلفل أخضر، وتجيبي 4 5 فصوص توم وتفرميهم وتنزلي بيهم مع البصل بتاعنا، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وبهارات وتوابل الفراخ وشطه، وتكتري بس الشطه شويه عشان تبقى سبايسي وحراقه وحلوه كده. وبعدين تقلبي، ودي توابل الفراخ بتاعتنا، وتقومي مقلبه كل ده مع البصل، وتمسكي البصل كله تدعكيه مع بعضه كويس علشان البصل يدبل معاكي. وكل ما تدعكي البصل اكتر كل ما ينعم معاكي ويبقى سهل في الحشيه بتاعه الفراخ، وتبقى التوابل بتاعتنا دبلته اكتر. وتنزلي معاه بنص فنجان خل، عشان الخل بيدي للفراخ طعم حلو، بيخلي اللحم طري، ويخلي لحمه الصدر بتاعه الفرخه طري. وتورقي الفراخ كده، تخلي الفرخه متورقه معاكي زي الحمام بالظبط، عشان تدخلي الحشوه تحت الصدور، تحت الجلد في الصدور بتاع الفراخ. لازم تحشيها كده كويس من كل مكان في الفرخه، في الحتت الضيقه ديت وفي الحتت اللي هي داخله لجوه، عشان التتبيله تدخل في قلب اللحم كله، وتتبليها خالص عشان الفرخه تكون جميله وطعمها حلو. وتضغطي كده على الجلد من بره بايديكي علشان البصل يتوزع ويكون كله مع بعضه كده مساء واحد، ما يبقاش حته فيها وحته ما فيهاش. ولازم ان انت تدخلي في الدبوسه دي برضو، يعني تيجي في الدبوسه كده وتدخلي فيها برضو الحشوه بتاعتنا. ودي برضه انا مورقاها، برضه تورقيه زي الحمام، اصل الفراخ تورقها بسيط خالص. بتدخلي ايديكي تحت الجلد كده وتفرغي تحت الحنفيه، علشان الميه بتساعد الفرخه على التوريق، وتشيلي كمان الدهون اللي تحت الجلد ديت، وتغسلي كويس عشان الزفاره ما تبقاش الفرخه مزفره فيها زفاره كده. لازم تغسليها كويس وتورقيها تحت الحنفيه. وتدخلي بالبصل، شوفي بتدخلي في الدبوسه كويس ازاي علشان الدبوسه تكون طعمه وما تبقاش ناشفه، ما تنشفش معاكي في الفرن، لان احنا هنعمله في الفرن البلدي، مش هنعمله في الشوايه بتاعه البوتاجاز او الميكروويف. احنا هنعمله في الفرن البلدي خالص عشان تديكي طعم حلو. سبحان الله، الفرن البلدي بيكون ليه نكهه جميله، احلى من الميكروويف واحسن من البوتاجاز، بيبقى ليه طعم جميل قوي، وبتبقى ريحتها جايبه من اخر الشارع، بتبقى جباره كده وريحتها حلوه. والله العظيم انا كان عندي ضيوف يقولوا ايه الريحه الحلوه دي، فين الريحه دي، هو انت مشغله الفرن؟ قلت لهم ايوه انا مشغله الفرن، من جمال الفراخ وريحتها. بس ما شاء الله حاجه كده تفتح النفس. وبدل ما تسلقي الفرخه وتقومي حطاها في شويه ميه وتسلقيها، طب ما انت تحشيها وحطيها في الفرن. هو نفس السليق، وقت السليق هو نفس وقت الحشيه، ان انت هتحشي الفراخ وتقومي جايه محطاها في الفرن، تديكي الطعم الجميل الحلو كده. احنا خلصنا حشيه للفراخ ودهنا الوش بتاعها زيت. تحطي زيت على ايديكي كده وتدهني الفرخه كلها، او تدهنيها بفرشه، بس بايدك احسن علشان ايديكي بتتحكم اكتر. وكده احنا جهزناها ان هي تاخد وقتها في التتبيل براحتها، وبعدين ندخلها الفرن ونشويها. وده الرز المعمر بتاعنا، كنت نقعاه في اللبن وبدأ يشرب اللبن بتاعه اهوت. تلاقي الرز بدأ يبان من الطروف، عشان كده يبقى هو شرب اللبن ونقع كويس في اللبن. ونبتدي نحطه في الفرن، وهحطه في الفرن يستوي. على ما الرز يستوي تكون الفراخ خدت التتبيله بتاعتها براحتها. والرز كده في الفرن هياخد السوا بتاعه بقى على ما الفراخ تتنقع. وده الديك بتاعي كان مدوخني شويه وعمال يجي عليا منه ديك هندي، مش راضي يسيبني في حالي. ده الرز بتاعنا ما شاء الله، شوفي الوش بتاعه جميل ازاي. كل ما تنقعي الرز كل ما الرز يكون اجمل. اول ما تنقعيه بيديكي وش جميل، لكن لو حطيتي اللبن على طول ودخلتي على الفرن بتلاقي ملوش وش، وتلاقي الحبايه ناشفه ومش طريه كده. الرز بالصلاه على النبي ما شاء الله، بألف هنا وشفا لكل ياكل منه، حاجه كده تفتح النفس. كده نطلع الرز وندخل الفراخ بتاعتنا في الفرن. لازم تفرشي تحت الفراخ ورق فويل، بس انا ما كانش عندي غير حته صغيره قمت فرشاها تحت الفراخ بس، لكن ممكن تفرشي الصينيه بحالها، بس انا عملت تحت الفرخه بس علشان ما كانش عندي ساعتها. فقلت بدل ما اعطل روحي، لا انا احط تحتها واخلص على طول. ودي الفراخ في الفرن، شفت البهاريز اللي نازله من الفراخ، والفراخ شوفي حمارها يتجنن ازاي. ده حمار الفراخ اللي بتتشوف في الفرن البلدي، حاجه تفتح النفس وريحه جباره كده وحاجه حلوه. البهاريز بتاعتنا ديت بتشيلي بالمعلقه وتحطي تاني على الفراخ من فوق، عشان البهاريز دي تحمر الفراخ وتدي لها الطعم الحلو. شوفي انا بوريكي عمل ازاي، يعني مش بداري الكاميرا واوريكي، لا لازم تشيلي البهاريز كده وتحطي فوقيها
وتخلي لازم الفرخه تشيليها كده من الارضيه علشان ما تلزقش وتتهدر منك الفرخه من تحت. شوفي الفرخه لازم ان انتي تحركيها عشان ما تلزقش في الارضيه بتاعت الصينيه، وتلفي الفرخه تجيبي الجزء الابيض بره والجزء الاحمر دخليه جوه علشان الفرخه تتحمر كلها. شوفي الجزء الداخلي كان ابيض ازاي، لازم تلفي الفراخ علشان اللون كله يبقى احمر وتاخد كلها لون واحد، اللون الذهبي الجميل، وتستوي وفي نفس الوقت تديك الطعم الحلو. وهي دي النتيجة بتاعتنا، الفراخ المشوية الجميلة والرز المعمر، حاجة كده تبقى جميلة قوي، معاها طبق كفتة يجنن كده، تبقى أكلة وجبة متكاملة. الفراخ مع الكفتة مع الرز المعمر يديكي طعم خطير. هي دي الفراخ الحلوة، مش تعمليها مسلوقة وتقولي انا طبخت فراخ وخلاص. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كده وجبة جميلة وتجنن. اعمليها وجربيها وقولي في الكومنتات انت من انهي بلد، وعجبك الفيديو بتاعي ولا لا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير للفيديو علشان تدعمي القناة وتدعمي الفيديو بتاعنا، واشتركي في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي مطبخي نص حياتي.